حاضر كذلك في كأس العالم مع نهاية السنة الحالية. ستلعب هذه الضربة الحرة، انطلاقة من الجهة اليمنى فيها عرضية الرأسية، بعد ذلك لا زالت مغربية، وهنا لمسة فنية ولكن الكرة بعيدة. هنا بعيدة هذه الكرة. شوف الإعادة مرة أخرى، هذه الرأسية الماضية ونصف هوائية لكن بعيدة تماما عن مرمى الحارسي يانسن، لكن الصورة مع الربع الساعة الأولى تعطيني فكرة ممتازة لآدم بوفندار. آدم يا آدم يا آدم يا آدم، العرضية وبالراس، ولكن والعرضية أجمل وبالراس. هنا زكريا العلاوي لكن الحارس سال اليانسان. شوف هنا المهارة اللي أظهر آدم بوفندار. أنا أنتظر الكثير ليمن. هنا تمشي لمن عبد الحميد معلي، يرفع الكرة وبالراس. هنا بالراس العلاوي، بالراس يا ناحية. نتمنى له بالمناسبة السلامة، ما شاء الله. يعني بالأمس علقت على مباراة تولوز ونوط في نهائي كأس فرنسا، شيء يفرح أنك تتابع تعلق مع تولوز. ستلعب هذه الركنية الراسية، بعد ذلك لا زالت هنا مغربية، والتغطية التوازن بهذا الميدان، والثالثة ستكون أمام زامبيا. تلعب هذه الكرة لكن السالب والفئات السنية. نرجع للمباراة ونرجع لهذه الكرة لعبد الحميد. عبد الحميد يسدد وينصر. الركنية الثالثة للمنتخب المغربي، هذه الإعادة مرة أخرى. هنا عبد الحميد معلي يسدد هنا في أقل من 17 سنة. ستلعب هذه الركنية في القائمة الثاني وبالراس، ولكن للمرور من الجهة اليسرى. هنا مراوغة كينيكي. آدم ما يمرش. آدم شاكر مر على آدم مراوغة أولى، مراوغة ثانية. هذه خطيرة. برافو التغطية. يصعد رينيكي يسدد مباشرة عالية على مرمى. هذا ولعب ما بينا خطير. هذه والمتابعة من طابن غوزيل. شوف ما بينا كيف استلم الكرة، كيف راوغ، كيف مرر. هنا خطأ في التقدير، يفقد التوازن عبد الحميد. حضور اسماعيل بختي. تمشي الكرة الجانبية مرفوعة داخل منطقة الجزاء. الظهير الايسر، هنا القرار كان صائب وبالتالي الضربة حرة. يمشي للتنفيذ صاحب الاختصاص عبد الحميد معلي، يطلب من زملائه الصعود والبحث خاصة عن زكريا العلاوي. هنا الكرة ترفع ولكن ينسان. هنا فرصتنا عملية ايقاف الهجمة المرتدة. شوف الخطأ اللي وقع في ينسان، ولكن اين القناص؟ اين اللاعب اللي ممكن يتوقع كرة مثل هذه وبالتالي يضع في الشباك؟ غلطة لم يستفيد منها لاعب المرورة في منتصف الميدان. تمشي مرة أخرى لفائدة اللاعب كيكانا، يضغط محمد الحموني ممتاز. يمشي الحموني، عندك المساحة، يدخل الحموني العرضية، يبحث عن سعيد شيبة مع انطلاقة الشوط الثاني. يظهر الحموني في مناسبتين حذاري من مرتدات جنوب افريقيا، يتدخل يأمن الدفاع. عبد الحميد ايت بودلال، عندك يا عبد الحميد ولكن اعطاه هدية لمنتخب جنوب افريقيا. حذاري من الاخطاء هنا برا الملعب. هذه الاعاده يلمسها اسماعيل بختي وبيس. يحضر المنتخب المغربي، ولكن اولا يجب عمل مباريات كبيره في كاس افريقيا اقل من 23 سنه، بينما التسديده فيها تسرع. ومره اخرى نقع في راجعت مغربيه الان مع البدائل، ممكن يزداد الاصرار وفيها عرضيه. وهنا المتابعه من يانسان، وبشهاده الكثيرين كان يستحق انه يتوج، لكن وقتها كان في اعيننا بطل. هنا العلاوي استلم الكره، العلاوي 1 على 1. العلاوي يمشي، العلاوي ماذا اراد ان يفعل العلاوي؟ سنه نيجيريا على مر التاريخ تقريبا مشوار مميز في الحضور والمشاركات العالميه. ولا ننسى كذلك منتخب زامبيا انطلاقه من الجهه اليسرى. عندك الحموني هون التمرير. من يراقب؟ معاذ بوغيزان. راقب وضعيتك يا معاذ. ما يمرش وما يسددش، والتغطيه ممتازه. عبد الحميد برافو. عبد الحميد يقطع الكره، يمشي في المرتده، ولكن الحموني لم يتوصل بها. لا زالت مغربيه. يمشي عبد الحميد في المساحه، الانطلاقه ممتازه، فيها عرضيه، فيها راسيه. عبد الحميد ايت بودلال هو من قطع الكره. شوف هنا اللحظه اللي قطع فيها الكره الدفاع، واللحظه اللي انطلق فيها القائد عبد الحميد ايت بودلال. لاعب اكاديمي ضربه الحره. مشاهدينا الكرام سنتابع هنا من يتقدم محمد وعدنان، مرفوعه في القائمه الثاني ولا زالت صعبه، ولكن فيها يانسان. صفر خطا في ديرتنا.
الحكم يصفر خطأ في يدنا. هذه الإعادة مجددا. الكرة الماضية كان ممكن، كان قريب المنتخب المغربي. شباب الكرات الثابتة مهمة جدا. أنا لما جاتنا كرة ثابتة، لما جاتنا لقطة مثل هذه شكلنا خطورة على مرمى الحارس يانسن. انطلاقة ممتازة البينية، الفكرة ممتازة، ولكن وجب الوقوف بجدار من 3 لاعبين وهو ما يتم بالفعل. إذا ستلعب هذه الضربة الحرة المباشرة تقريبا 30 متر 30 متر. تسدد هذه الكرة دفاعية بعد ما وصل لأول مرة في تاريخه للدور الربع النهائي. انطلاقه من الجهه اليسرى، هنا تمشي ناحيه اللاعب محمد الحموني على الطرف الايسر، وعبد الحميد يتحصل على ضربه جزاء في هذه اللحظات. ركله جزاء يعلن عنها الحكم. لمسه يا جات الكره من عندك يا عبد الحميد يا المعالي. عبد الحميد المعالي في هذه الاثناء يصطاد ركله جزاء لفائده المنتخب المغربي. اذا من سيتكلم بالتنفيذ؟ هذه كره وركله جزاء جاتنا في وقت ممتاز لأنه نلعب الدقيقة 72 من عمر المباراة. هنا الانسلام من عبد الحميد المعلي لاعب اتحاد طنجة. لمسة اليد موجودة والصافرة تحسم الركلة لفائدة سردية بودلال. شوف سددها بقوة. أنا قلت لكم في بوادر في هذا الشوط، بوادر تحسن في الأداء، تحسن في الأداء ومع التغييرات اللي قام بها السعيد شيبة يأتي التقدم. هنا ركلة جزاء تحسب هذه الركلة لعبد الحميد المعالي اللي اصطادها، وعبد الحميد الآخر أيت بودلال. ما حصل لبنت شابة يعني قدر الله ما شاء فعل. وفاة الشابة نورة بالأمس رحمها الله. إنا لله وإنا إليه راجعون. بالأمس حقيقة شيء مرض وشيء تعب. أنا شخصيا مرضت. المشهد والصورة والحدث اللي وقع في ذلك المكان قدر الله ما شاء فعل. السؤال ما ذنب هذه الفتاة، ما ذنب هذه الشابة؟ ذنب أن أحبت الرجاء وتعشق كرة القدم، جاءت لمتابعة فريق الرجاء الرياضي، فقدر الله ما شاء فعل مرة أخرى. وإنا لله وإنا إليه راجعون. تعازينا الحارة لعائلة الشابة نورة في هذه الفاجعة. عموما الله يصبر أهلها، وإنا لله وإنا إليه راجعون. عموما الرجاء الرياضي يقصى امام نادي الاهلي. حسره الرجاويين كما قلت. هذا الحادث المؤسف هو اللي غطى على مباراه الامس. الوداد لحسن الحظ الوداد الرياضي يمثلنا في تشامبيونز ليج في دور النصف النهائي. في هذه اللحظات الجيش الملكي يلعب امام اتحاد العاصقه على جزاء في عرضيه، والكره بعد ذلك ينصر والثاني جول. آدم حنين يسجل الهدف الثاني. حنين يا آدم يا حنين، حنين في الكرة الماضية المسها بحنية. آدم حنين المس الكرة بحنية وهي تستقر في الشباك. 2-0 لأشبال الأطلس. هنا غلطة استاد آدم حنين، غلطة هنا استفاد منها آدم حنين، وبالتالي صارت النتيجة هدفان مقابل لا شيء. المنتخب المغربي يقترب من الانتصار في بداية مشوار هذه البطولة. شوف الانطلاق، محمد أمين كتيبة، محمد أمين يانسن يقع في المحظور، وآدم حنين. البدلاء هم من يتألقون، البدلاء هم من يصنعون، البدلاء هم من يسجلون. آدم حنين استغل الأفواه والبدايات، وأصل الحكاية كانت هنا من محمد أمين كتيبة. إذن 2-0. هكذا يقترب الانتصار لأشبال الأطلس في أول حضور رسمي في كأس إفريقيا لأقل من 17 سنة. إذن 2-0. آدم حنين البديل بحنية حتى الكرة في الشباك. هنا كان حنين فيها آدم حنين. برافو آدم، برافو يا ولد.